السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلًا بيكم في قناتي، قناة يوميات سناء، لإن أنا اللي اسمي سناء اللي أول مرّة يشوف قناتي، أنا جايبة لكم حل بُصّوا الناس اللي عايزة وصفات لتطويل الشعر، عايزة وصفات لتطويل الشعر وتكبيره وتكثيفه وتنعيمه، أنا جِبت لكم حل يعني بديل الوصفات، في ناس يا جماعة ما بتحبش إن هي تعمل وصفات، لأ، عايزة زيوت تسهّل لها الأمور، عايزة زيوت إنه هي يعني يعني تعمل لها شعرها بسرعة تنعّم، ما بتحبش تعمل خلطات ولا تحطها في شعرها، عايزة تستحمى تسرّح شعرها، فاهمين؟ يعني أنا عايزة أوصّل لكم الفكرة، في ناس ما بتحبش تعمل خلطات، ما بتحبش تعمل وصفات، في ناس عايزة يا دوب تستحمى وتسرّح شعرها الزيوت العادية، بس عايزة زيت يكون فعّال ونضيف وكويس جدًا، وفي عايزة يعني ده حَل بديل الوصفات، حَل بديل الخلطات للشعر، أنا جِبت لكم زيت بصراحة أنا استعملته جميل جدًا، زيت ما لهوش حل، أقسم بالله أنا بناتي بنستعمله، ماشي، الزيت ده يعني جميل جدًا، 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 الناس كلّها بتدعمه، الناس كلّها بتشكّر فيه، زيت البرهان أنا فعلًا يا جماعة استعملته قسمًا بالله أنا استعملته أهو بُص الجزازة أهو فاضل قد إيه فيها شايفين؟ أنا جايبة الأزرق عشان تنعيم لشعر شعر بناتي ماشي، لإن إحنا شعرنا كيرلي بالذات بناتي، بنتي الكبيرة شعرها كيرلي، فأنا جِبت النوع الأزرق، النوع الأزرق يا جماعة لفرد الشعر فرد طبيعي تدريجي، يعني بيتفرد بالتدريج، وفعلًا دي نتيجة قسمًا بالله، قسمًا بالله أنا مش باعمل دعاية ولا أي حاجة، أنا باورّيكم حاجة استعملتها لإن أنا ناوية بإذن الله هاقول لكم على الحاجات اللي أنا فعلًا جرّبتها وكويسة. بُص يا حبايب قلبي، زيت البرهان ده الأزرق لفرد الشعر وتنعيم، بس ده بصراحة جميل جدًا، شايفين الجزازة فاضل فيها قد إيه؟ أنا جايبة الجزازة دي ب200 جنيه، حتى بُصّوا هتلاقوا هنا يا بنات السعر أهو بُصّوا السعر موجود عليها، شايفين السعر هنا أهو 200 جنيه حبايب قلبي، وفي كمان جزايز صغيرة، بس أنا جِبت كبيرة، وكمان في بعد دي هابطّل دي لمّا تخلص هاجيب الصفرا، ليه هتجيبي الصفرا يا سناء؟ عشان الصفرا لتطويل الشعر. إحنا خلاص شعرنا كده يعتبر نُص الجزازة ويعتبر خلاص خَد مرحلة كويسة وبدأ يتفرد وبقى كويس، ماشي، وهاستعملها برضه الجزازة لحد ما تخلص، يبقى إيه، من أمّا تخلص الجزازة هيكون كويس جدًا. بُصّوا، زيت البرهان، وكمان يا جماعة في حاجة كمان تيجي معاه، بُصّوا شهادة معتمدة فاهمين؟ شهادة ضمان، شهادة ضمان للمنتج ماشي، شهادة ضمان في كل حاجة فيها عنها يعني في إن أنتِ تتصلي بيهم، وفي كمان طريقة الاستعمال مرّة واحدة يوميًا، وفي نتيجة كمان بتقارني شعرِك، وفيها كذا حاجات تمشي عليها، وفيها كمان يا بنات يعني تدهني صباحًا فقط والصبح بس، مساءً استعمال الطريقة السابقة، يعني هو عندِك حاجات كتيرة فيها الإرشادات كلها. فيها الإرشادات، وكمان بُصّوا عليهم الأرقام بتاعتهم أهو، الأرقام بتاعتهم لو أنتم عايزينها أنا ممكن أسيبها لكم في الكومنتات، الناس اللي مش عارفة الأرقام أهي هاسيبها لكم في الكومنتات يا جماعة، معلش الكاميرا بصوا، هاسيب لكم الأرقام في الكومنتات لو أنتم عايزين اكتبوا لي وأنا أسيبها لكم، ده فعلًا هُم 3 أنواع الأحمر والأصفر والأزرق، أنا جِبت ده المرّة الجاية بإذن الله لمّا يخلص أنا هاجيب الأحمر. هاجيب قصدي الأصفر ماشي، جميل جدًا قسمًا بالله أنا جرّبته فعلًا، فعلًا فيه زيوت طبيعية، فيه كمان يا بنات ميزة، الميزة دي إن هو فعلًا بجد ما يعملش كلكيع في الشعر، فقسمًا بالله يا بنات قسمًا بالله زي ما باقول لكم ده جميل جدًا، جميل جدًا وأنا استعملته، أنا شُفته على التلفزيون وكمان في ناس رشحته لي يعني من تبع عيلتنا يعني، ناس يعني رشّحت لي قالت لي: "ده كويس جدًا، جدًا يا سناء استعمليه." وأنا فعلًا استعملته، وحبّيت أقول لكم الناس اللي عايزاش وصفات، الناس اللي مش عايزة تعمل خلطات لشعرها، الناس الكسلانة، الناس اللي هي مش عايزة إن هي يعني بتكسّل تعمل وصفة ولأ وهاجرّبها وأمشي عليها شهر و2 لأ، ده ما كمّلش معانا حاجة، يمكن 20 يوم، 15 يوم وبدأ الشعر الكيرلي هيتفرد بطريقة رهيبة قسمًا بالله، ماشي؟ وأنا واحدة جرّبت زيوت كتيرة جدًا، جرّبت زيوت كتيرة جدًا، منها زيت إيه يا جماعة، أحمد العطار، زيت بُصّوا الإزازة من إحنا رميناها أصلًا بُصّوا فيها قد إيه، ده إيدي مش قادرة أفُكّها، بُصّوا طَب استنوا قبل ما أقول لكم حاجة على زيت أحمد العطار، الزيت ده فيه ميزة كمان إيه هي يا سناء، الميزة اللي فيه يا بنات إنه هو زيوت طبيعية جدًا، فيه كام زيت استنوا أقول لكم، فيه 25 زيت عُشبي في منتج واحد، في 25
زيت. الميزة اللي فيه إيه هي يا سناء؟ إن هو ما بيلبّكش الشعر، مش الزيوت اللي هي بتلبّك وتشابك في الشعر لأ، ده زيت جميل جدًا قسمًا بالله وأنا جرّبته واحلف لكم على مصحف. ده بقى إيدي وجعتني، ده زيت أحمد العطار، بصوا، زيت أحمد العطار أهو، شايفين؟ أنا طلبته أونلاين يا جماعة، طلبته أونلاين. أحمد العطار اللي شيخ العطارين، أحمد العطار اللي خارب الدنيا على الفيسبوك وعلى النت، ده قسمًا بالله زيت زبالة، أقسم بالله، أقسم بالله زيت زبالة ما ليه أي لازمة، معفن جدًا، جدًا، جدًا. أنا جِبته كمان بناءً على دعم الناس ليه، أنا قُلت أكيد الشيفات عمّالة تدعم فيه والممثلين عمالين يدعموا فيه، هاتيه يا بنت سناء وجرّبيه لبناتِك لإنه شعره كيرلي بينعّم الشعر، طلع كذب في كذب قسمًا بالله. منتجات أحمد العطار ده والله العظيم زبالة، 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 يعني ريحته بُصّوا زي زيت التومين. أقسم بالله زيت تومين، ريحته زي ريحة زيت التومين. غير كده يا بنات عارفين الشعر تحطيه لو قعدتِ يومين ما غسلتيش شعرِك أو يوم، قسمًا بالله تشدي الشعرية من تلبك، شُفتِ لمّا يمسكوا في بعض كده حابين بعض ومتماسكين يبقوا كده، الشعر يلبِّك، الشعر ما تعرفيش تخلّصيه من بعضيه، وِحِش جدًا، جدًا، جدًا وسيء لدرجة قسمًا بالله زبالة. كمان قُلت لهم يا جماعة رُحت كتبت لهم على الفيس لو أنتم عايزين أعمل لكم سكرينات، كتبت لهم قُلت لهم: "يا جماعة أنتم كمان ليه ما حاطّينش لزجة أو ورقة فيها يعني بتدُل إن أنتم تبع أحمد العطار والكلام ده." قالوا لي: "إحنا ممكن التيكت يكون خلصان، إحنا ما تقلقيش ده منتج." المهم قعدوا يطمنوني، وفعلًا طلبت الorder ولغيته لمّا شكيت فيه، بعدين دخلت لقيت الممثلين طالباه والناس طالباه، قُلت لأ. رُحت طالباه تاني، وفعلًا جِبته ب350 جنيه، لكن قسمًا بالله، قسمًا بالله زبالة، ما ليه أي لازمة، ما حدّش يطلبه خالص يا جماعة، أنا جرّبته زبالة، وكفاية ريحته وكفاية بيعمل تشقُّقات في الشعر، والشعر عارفين غسلت شعر بنتي بأريال غسيل علشان يفُك من بعضيه، يفُك التشابك من بعضيه، والله العظيم بحق لا إله إلا الله وحق الأيام المفترجة اللي إحنا فيها في شهر رجب، زيت أحمد العطار زيت زبالة. وأقسم بالله البرهان، البرهان والله العظيم ما باعمل دعاية لحد، فاهمين؟ ده جميل جدًا، ودي أول جزازة، والله العظيم أول جزازة تدخل بيتي أو أشتريها، ده زيت البرهان جميل بمعنى الكلمة يا بنات، والله وبالله وكمان أنا دي مستفادة بيها، عاملاها حصّالة وجميلة جدًا، ويعني بصراحة ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك للشركة دي. جميلة جدًا، جميلة لإنه في تركيبات أصلًا هو أصلًا طبيعية صحّي، في حاجات كويسة جدًا بيخلّي الشعر لامع، يعني بيمنع التساقط، بيعمل حاجات خير، زيت زيتون، زيت لوز، خروع، زيت القرنفل، يعني حاجات زيوت طبيعية وجميلة جدًا، جدًا يا بنات صدقوني، لكن ده ما حدش يجيبه. بُصّوا أنا من بُصّوا أنا رامياها في الزبالة أصلًا، ملقحاها برّه، فاهم؟ بالصدفة لقيتها قُلت خلاص أنا هاجيبها وأعمل فيها فيديو للبنات وأشوف لهم وأورّيهم الحل إن هو الأحسن. ماشي، وعملت لكم مقارنة ده زيت زبالة بتاع أحمد العطار ما حدش يجيبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.